مساء الخير. بتحلمي طبعا تكوني جورجينا مرات كريستيانو، وبتحلمي تتجوزي واحد زي احمد عز وكريستيانو، مفيش مشكله. بس في احلامك عشان تحققيها انت محتاجه اكتر من حاجه. رقم واحد انك انت تهتمي بصحتك. رقم اتنين تشوفي جراح تجميل او تشوفي مركز تجميل، تشوفي ايه الديفوهات اللي عندك ونصلحها لك. الديفوهات دي من فوق لتحت بسرعه جدا. اللغط، الدراعين، في بعض البنات والسيدات بتبقى عندها زي المجانس كده، عندها دراع عامل كوره كده، والدراع ده زي ما يكون ايه مربيه عضلات. البطن اللي وانت قاعده تلاقي فيه زي يعني البطن مقسومه نصين، يعني في جزء هنا كده اللي هو الاستومك او انتوا بتسموه المعده، لكن هو مش المعده، هو منطقه الدهون اللي فوق المعده اللي هي دي. وفي الجزء اللي تحت السره عند بنات كتير قبل ما يتجوزوا بيبقى عندهم مشاكل في المبيض، عندهم PCO اللي هو تكيسات على المبيض، فبتبقى عندهم منطقه اللي تحت السره دي ملهاش حل، مش جايب نتيجه معانا. كل ما الدوره مش منتظمه ملخبطه، عندها منطقه الدهون دي لعبه رياضه ما لعبتش رياضه ما بتروحش. عندها برضو الكورتين اللي في الجنب، تبقى هنا ما عندهاش وسط، عندها نازله كده زي كورنان مربع او مستطيل. انت ما عندكيش الكيرف بتاع مارلين مونرو الستاره اللي ورايا، ما عندكيش الكيرف بتاع ياسمين صبري، ما عندكيش الكيرف بتاع جورجينا مرات كريستيانو، ما عندكيش. طب نعمل ايه؟ ده سهل جدا. ده في نص ساعه ل 45 دقيقه استخدام تقنيه الفيزر والجيب لازمه، واحيانا بنحتاج معاها الالتراسونيك علشان نشوف كميه الدهون اللي احنا هناخدها وكميه الدهون اللي احنا هنظبط بيها الكيرفات. احيانا في بنات بيبقى ما عندهمش هبس هنا، ما عندهمش حوض، وعندهم الحته دي كده نازله صب، يعني نازله كده قطعه واحده كانها مربع او مستطيل. لما نعمل كيرف هنا ونعمل حرف السي في اخر سلسله الظهر من ورا، ونحقن شويه دهون صغيرين هنا، ونحقن في منطقه اعلى المايول بيكيني اللي هو رسمه المايول بيكيني، تلاقي شكلها اتغير خالص، كانها بقت واحده تانيه، بقت كيرفي. قبل كده كانت متقطعه حتت مستطيله. الحاجه الثانيه وده الاهم، في بعض البنات والسيدات خصوصا السيدات اللي مثلا خلفت مرتين ثلاثه ووزنها زاد، المنطقه بتاعه البرا اريا من ورا اللي انا ماسكهم بايدي دول، المنطقه دي ملهاش حل. لبست كرسي ما لبستش كرسي، لبست ضيق لبست واسع، المنطقه دي تحس ان طالع لها صدر ورا، عندها بريست قدام وعندها بريست تاني ورا. دي حلها يا جماعه في منتهى السهوله، خرمين صغيرين، الخرم اقل من نص سنتي، بنخش بالفيزر يعني ننسف الدهون، بعد ما ننسف الدهون نشفطها، نلبس كرسي، نعمل شويه مساج، خلص المشكله في خلال من 40 ل 45 دقيقه. انت بتقعدي تهاتي في الجيم، لسه بيجي لي يعني بعض المرضى عندي تقول انا بقالي سنتين في الجيم علشان اخلص من المنطقه الفلانيه، وبرضه تنزل اول ما بطل الجيم ترجع تاني. احنا بنخلصك، بنوفر لك مشوار الجيم بدل ما تروحي وتقعدي سنين تهاتي مع البرا اريا والجناب والوسط والهبس. احنا بنحلها لك من 40 ل 45 دقيقه باستخدام تقنيه الفيزر، ودي احدث تقنيه في العالم، ولغايه النهارده اثبتت انها افضل طريقه لنحت الدهون. ونعمل بعدها الجيب لازمه علشان نشد الجلد، خلصنا من المشكله ومفيش ترهلات. نشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي في موضوع جديد.